تعد معركة أمألة من أبرز المحطات العسكرية في تاريخ المغرب الحديث، وقد وقعت سنة 1976 ميلادية بمنطقة أمألة في الصحراء المغربية، في سياق إقليمي اتسم بتوتر شديد بين المغرب والجزائر بعد انسحاب الاستعمار الإسباني من الأقاليم الجنوبية. وقد شكلت هذه المعركة اختباراً حقيقياً لمدى جاهزية القوات المسلحة الملكية المغربية وقدرتها على الدفاع عن الوحدة الترابية. بعد استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية في إطار الشرعية التاريخية والقانونية، اختارت الجزائر نهج التصعيد غير المباشر عبر دعم أطراف انفصالية، بل وتجاوزت ذلك إلى إقحام عناصر من جيشها داخل التراب المغربي، وهو سلوك عكس سوء تقدير واضح لطبيعة الرد المغربي وقوة مؤسساته العسكرية. في يناير 1976 مترا رصدت القوات المسلحة الملكية وجود عناصر جزائرية مسلحة داخل منطقة أمألة، فبادرت إلى تنفيذ عملية عسكرية دقيقة ومحكمة. وقد أبان الجيش المغربي خلال هذه المواجهة عن انضباط عال وتخطيط محكم وسرعة حسم مكنته من السيطرة الكاملة على المنطقة في وقت وجيز، وأسر عدد من الجنود الجزائريين دون الانجرار إلى حرب شاملة. وأظهرت معركة أمألة بشكل جلي ضعف التنسيق وارتباك القيادة داخل العسكر الجزائري، في مقابل تفوق ميداني واضح للقوات المسلحة الملكية المغربية، التي كانت تقاتل بعقيدة وطنية راسخة ومعرفة دقيقة بالأرض. ولم يكن هذا التفوق نتيجة الصدفة، بل ثمرة احترافية عسكرية وتكوين منضبط وقيادة مسؤولة. ورغم الانتصار العسكري الواضح، تعامل المغرب بحكمة وسيادة، حيث أفرج عن الأسرى الجزائريين في خطوة إنسانية نبيلة، أكدت أن قوة المغرب لا تكمن فقط في سلاحه، بل أيضا في أخلاق دولته ورجاحة قراره. لقد رسخت معركة أمألة حقيقة ثابتة مفادها أن المغرب قادر على حماية أراضيه وردع كل